بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض كبيبة الجمبري أو كفتة الجمبري. هي العجينة بيتعمل منها كبيبة وبيتعمل منها كفتة، يعني معانا العامل الأساسي النهاردة اللي هو الجمبري، وهي ما بتنفعش إلا بالجمبري الصغير اللي هو البلد الصغير ده. معانا بصلة كبيرة، معانا نص راس توم، معانا شبت وكزبره وبقدونس اهو، ومعانا هنا الرز بتاعنا، الرز المصري ده رز انا بلاه وطحناه في الكبه بتاعه الخلاط. هنعمل مع بعض كده، هننزل مع بعض الاول بالخضار، البصل والثوم اهو، وهنا الشبت والكزبره والبقدونس هنضربهم كده مع بعض علشان دول بيتضربوا في الخلاط في الكبه كده، وبنقلبهم على بعض. بس فضلا وليس امرا يا حبايبي اشتركوا كده في القناه وفعلوا زر الجرس عشان كل حاجه توصل لكم كده. اهو يا حبايب قلبي، هنا ضربناها بنضربها وننعمها. وهنا دلوقتي الخضره اليومين دولت في الصيف ناشفه، مفيش فيها يعني العروق بتاعتها مفيش فيها ميه قد كده. ممكن تحط شويه ميه، حط كوبايه ميه يا حبيبتي، اضربيها عشان تديك الميه اللي هتبل الرز بيها. وهنا نشوف مع بعض ديت معلقه بابريكا، معلقه كمون، معلقه فلفل اسمر، معلقه كزبره ناشفه. وهنا نلاحظ ان انا حاطه ملح، يعني اعمل حساب انا حاطه ملح في التوابل. اللي حاط ملح في التوابل زي كده يخلي باله من الملح. نديها لفه كده وهنا هننزل بالجمبري بتاعنا على الرز اهو يا حبيب قلبي، وهننزل كده بالخضره بتاعتنا اللي غمق الخضره كده التوابل. هقلبها وهشوف انا حاطه مش حاطه الرز، مش حاطه كميه الرز كلها الاول. هنا الجمبري ما بحطوش في قلب الكبه علشان يبقى باين في الكوبيب. انا هنزل كده مش هنزل كميه الرز كلها مره واحده، هنزل واحده واحده يا حبايبي. خلاص كده وهرجع لكم يا حبايبي. يا حبايبي شايفين انا حطيت كميه الرز كلها، يعني حطيت واحده واحده كده. شايفين الخضره وكل حاجه فيها بسم الله ما شاء الله متجانسه. شايفين الجمبري باينه. احنا ما بحطهاش في الكبه، ما بحطش الجمبري مع الرز والخضار في الكبه. ليه؟ علشان يفضل الجمبري كده صحيح فيها. انا بمسكها بضغط عليها كده لحد ما بتخش كلها في بعضها، تتجانس المكونات كلها مع بعضها. ظبطت الحدق بتاعها وعملت كل حاجه. شايفين هنا، شايفين بسم الله ما شاء الله اهي. شايفين لو انا بعملها كبيبه اهي جميله بسم الله ما شاء الله. يا حبايبي هنا العجينه بتاعت الكبيبه اهي. هنشكل منها شويه كده. تعكي ايدك نقطه زيت، تعكي ايدك ميه زي ما تحبي. انا هنا جايبه نقطه زيت اهي عشان ما تلزقش في ايدي. فهنا هجهزها كده، وبعدين قبل ما اعمل هشكلها كده قبل ما اعملها على النار على حسب بقى الحجم اللي انت عايزاه. عايزه تصبعي، عايزه تعملها مدوره كده زي ما تحبي. بس هنا انا بصوا علشان الجمبري يبقى فيها انا ما ضربتهاش في الكبه علشان يبقى الجمبري يا حبايبي نحس بيه كده.
تشكيل كده. هي هتنشف طبيعي علشان النيشة اللي فيها، عشان الرز طبعا نشويات، هي هتنشف. خلص باقي الكمية كده وارجع لكم يا حبايب قلبي. يا حبايبي حطينا هنا الحلة على النار اهو، عشان نعمل ايه